لي غفوة، غفيت كلش شوية، كلش هيجي ربع ساعة. تعالوا خل ارويكم اكتشاف جديد اكتشفته ورا بيتنا. طبعا هاي المنطقة هي اللي ورا بيتنا، وهسه راح ارويكم الاكتشاف اللي اكتشفته. اللي اكتشفته هو المسبح اللي وراي، يبعد خطوتين عن بيتنا. تخيلوا اكتشفته قبل فترة قصيرة، بس المشكلة انه اكون رجال دا ينظف وهاي، ما حبيت اروح اصور لكم اياه. طبعا قبل شوية وقعت الكاميرا على عدسة والعدسة انشخطت، بس لذلك مع ذلك يعني الحمد لله بعد التصوير زين الحمد لله. صار لي فترة ما طالع اتمشى، وشوفوا الشمس توها طلعت، كانت مخبية مختفية ورا الغيوم. فأنا ليش طلعت دا اروح اشتري لي ميلك شيك، كلش اشتاقت للميلك شيك هذا اللي اشتريه من الماكدونالدز، بس انا عطشان وهو بارد ويشكر وطعمه يخبل. فيلا تعالوا يا اخي خلينا نروح نشتري لنا ميلك شيك. وصار لي هوايه ما متمشي اصلا، يعني هاي اول مره اطلع اتمشى من قبل شهر ونص يمكن، خلال رمضان وقبل رمضان. يلا تعالوا وياي. قبل ما نروح خلي شويه اغسل رجلي، شويه اغسلها رجلي هيك تحس انه رجليك يعني هيك. هاي شنو السالفه؟ شعر مال بنات والباس، هذا كلسون ما ادري الباس. شوفوا شعر مال بنات. شنو هاي؟ منو قاتلين يابنا يا هنا؟ لازم نسوي تحقيق، نتصل على 99 ما اعرف ايش قد اصلا الرقم مالتهم. قاتلين كم وحده هنا. حلو. وين الجثث زين؟ خلينا ندور على الجثث. هاي شنو هاي؟ شو ما قاصين العشب؟ طبعا هنا اللي ما يقص العشب يسوي له غرامه كلش كبيره، بس ما ادري ليش ما قاصي، يعني هاي اول مره اشوف هيك. طبعا هاي العواميد اللي تشوفوها كلش حلوه، هاي يسموها المانكي بارز، يعني شو اسمه عواميد القرد ما ادري شنو. اشكال والوان التمرينات ممكن تسويها هنا. حتى ابوي علمني على تمرينات مش انت تعرفها، واني متعلم تمرينات اشكال والوان، يعني اللي يريد صدق يطلع عضلات حقيقيه طبيعيه حتى من دون ما يروح للجيم، بس عليه بهاي العواميد. طبعا هذا المسبح اللي تشوفوه هذا في شيء خرافي، يعني كبير كلش، بس ما تقدرون تحسوه الا لما تسبحون. اصلا ما حد راح يقدر يسبح روحه وجايه، كبير كلش، تعب لدرجه مو طبيعيه. فهذه هي الطبيعه يا اصدقائي، وهذه هي الحديقه. واكو رجال طالع ويا الكلب مالته ويطلعون من الصباحيات، خاصه العجايز هنا كلهم نشيطين دائما ورياضيين. يعني حتى هاي مال كره الطائره لو موجوده بالامارات كان شفت ازدحام وماكو مكان اصلا تلعب. اذا اروح للامارات غير فلوقات تصير احلى فلوقات بالعالم، ما اريد اكذب. فخليني ارويكم. هناك بيتنا صاير بالضبط، وهنا الحديقه مالتنا، وهنا شو اسمه الماكدونالدز، وهنا بيت النمل، وهنا بيت نمل ثاني. وهاي هنا يسوون اعمال تصليحيه. ان شاء الله فد يوم ارويكم، اسوي لكم فلوج عن الاعمال المتوفره هنا بامريكا، واسوي لكم فلوج عن معارض السيارات واسعار السيارات باذن الله. ووصلنا يا شباب، يلا بسم الله، يلا اطلب ونكمل. وطلبت اللارج 1 يا صديقي، $3 بس في شيء خرافي كلش طعمه ما شاء الله لا قوه الا بالله. الصراحه اخلاقهم هنا الامريكان والله تخجلني، يعني اخجل، يعني ما اعرف شلون اشرح لكم. هذا فطر سام طبعا، مره رجل عمتي اكل منه وتسمم خطير، يعني وصل للموت الحمد لله الله حفظه. المشكله هنا هالقد ما اكو كلاب وكلاب، يعني كل عائله لازم عندها كلب او كلبين اقل شيء، فبكل مكان وين ما تمشي تشوف اكرمكم الله بالقاع. فما اعرف يعني لازم الواحد يدير باله لا يروح يدوس بالغلط على شيء. طبعا انا اليوم عاجبني اتمشى، فراح اتمشى من هنا واطلع الى حد هناك، تعالوا وياي. فراح امشي بهذا الشارع واصور لكم شغلات، وراح اسلم على هذا الرجال هناك اقول له جود مورنينج. وهاي البزونه تشبه سيلفستر. فهذه هي البيوت الامريكيه يا اصدقائي، هذا هو شكلها. قلت له جود مورنينج لهذا الرجال ورايه. وهسه اني اتذكر مره بهذا الطريق اول ما جيت لامريكا اول شهر شفت بومه. تخيلوا يعني احنا بالدول العربيه او حتى هنا حتى بامريكا يعني تروح للحديقه الحيوانات على مود تشوف بومه، بس انا شفت بومه بالحقيقه. واكو ثعالب هم يعني يعيشون بالحديقه اليمنى، يطلعون بالليل. ونكمل طريق. يعني شوفوا مثلا هذا طريق عادي كلش بمنطقتنا، فكيف بالمناطق الحلوه اللي بتكساس ما شاء الله لا قوه الا بالله. بس هذا اللي اقوله. شوفوا هاي الشجر كبراتها، شوفوا يعني اجواء حلوه ما شاء الله لا قوه الا بالله سبحان الله. شوفوا هنا مكتوب اكو جراج سيل. جراج سيل هنا هوايه بامريكا يسووها جراج سيل، يعني انه الواحد لما يروح ينتقل البيت جديد او يجي شيء يطلع اشياء برا البيت ويقعد يبيعها، وانت تفتر على اشياء ويطلعها قدام البيت بالجراج مالته او هيك ويبيعها. فخلينا نروح نشوف. وشوفوا هنا ايش كاتبين: بي ا جود نيبر اند كلين اب افتر يور دوغ، يعني خليك خوش جار ونظف ورا الكلب مالتك، يعني نظف وساخة الكلب مالتك.
طبعا هاي الهوندا اكورد كوب في 6 تعجبني وحمراء همينه وحلوه، والجراج سيل طلع فد بيت يعني داخل البيت، حتى مكان كراسي حاطين اذا واحد يريد يقعد. وهاي الشلاب الموجودين بهذا البيت من ذول النقطين، هذول البيض كلهم ابيض، لون ابيض ومنقط اسود. شايفين هذا الفيلم المشهور ناسياني؟ فبامريكا دائما اشوف اشياء غريبه، حشرات غريبه، طيور غريبه، اشياء غريبه يعني. حتى هاي غريبه، شوفوا شنو هاي، شوفوا شكلها، شوفوا حتى والله يعني في شيء غريب. طابه كاختصار، حتى عليها نقش، شوفوا النقش، سبحان الخالق. شنو هاي؟ منقوشه اكو عليها نقش خاص. الله عبالك رسام وجاي راسم عليها، سبحان الله والله شيء يعني ابداع ما شاء الله لا قوه الا بالله. شوفوا هذا القندس، يا قندس، سنجاب اقصد. شوفوا هذا السنجاب بابا، دا اشوفك انا، دا اشوفك. كان دا اكل هذه نفس كنت دا احكي لكم عليها، ما ادري شنو هذا، كان كاموشها بايده، وقعت ما عنده خطيه لما نفززته. وهاي الكنيسه اللي صايره ورا بيتنا، ويعني هياتها هاي التكمله مالتها ما ادري شلون. ركزوا على هذا الخط، راح اسرع الفيديو شويه وشوفوا شلون دا يتحرك. شوفوا الغيوم شلون سريعه. وصار التصادم وانتهى يا اصدقائي. ومرات الغيوم هنا بتكساس تمشي بسرعه كبيره، يعني انا مره لما طيرت طيارتي الاولى هاي الفانتوم 3 ستاندرد للهواء اخذها، كانت الغيوم لي فوق تمشي بسرعه كلش كبيره، ما كنت مدرك انه الهواء لي فوق دا يمشي اضعاف اللي كان جوا. الفيديو موجود على قناتي الثالثه تشيكوك. باختصار هي امريكا او تكساس يعني، او باقي الولايات ما عدا يعني نيويورك وكاليفورنيا وفلوريدا وهاي المناطق السياحيه، كاختصار انه هي طبيعه كانما انت قاعد بالغابه، بس شنو ماكو حياه. وهاي المنطقه وهذه الكنيسه من زاويه ثانيه، ونكمل مشي. شوفوا هذا الشارع ايش قد حلو، على امتداده الى حد النهايه، عبالك غابه ما ادري. هذا مال البريد جايب لنا فد شيء، يمكن اقصد بنيه البريد، مو ولد البريد، يعني بنيه البريد، لانه كله هنا بنات يشتغلون كل شيء، يشتغلون اي شيء. هنا يطلعون رياجيل، هنا من هم وصغار يشتغلون دائما الناس وهاي، فلذلك يعتمدون على نفسهم، فلذلك يتعلمون، فلذلك يحجون ويا ناس وياخذون خبره وياخذون، لذلك هم متطورين، لذلك هم مو بس الشغل، وايد شغلات يختلفون بها عن العرب للاسف، واحنا بعدنا يعني بعالم ثاني. وبعد رحله طويله وصلنا الى البيت الحمد لله. بس لا يعظني، بسم الله الرحمن الرحيم. هلو. ثاني جيت للمسجد وما صورت لكم بالطريق، وش اسمه جيت اني ورا المسجد على مود اصور كله، لانه بالمسجد يعني استحي اصور داخل، وهسه من اكو جامات لازم شويه ما اتقدم اكثر ليروح يشوفون. هذا مكان اللي ورا المسجد، شيء حلو. يلا كمل. وهسه رايح للمحل العربي جيزه، فنشوف لنا كم شغله لبنه، اشياء عربيه نشتريها. والله هذا شكله خوش عنب، هذا اللي يصير صغير وبدون نواه. اخذنا شويه كلش شوي. اللي يريد يصير بيه كورونا، مرض الكورونا، ياكل من هذه الحلاوه، راسا يصير بيك مرض الكورونا. احنا العراقيين مشهورين بالعنبه العراقيه، منو يعرف العنبه العراقيه؟ فلافل بالعنبه اذا تعرفون. طبعا هسه انا رايح البيت جوعان كلش، دارت اتغدى. وهاي نصيحه لكل واحد عايش بالامارات، او يمكن اذا هذا المحل موجود يعني بغير الامارات. اكو محل بالامارات كان اسمه بلاد الرافدين، موجود بالشارقه بعجمان، يمكن بدبي صار عنده فرع. صديقنا هو كان انسان محترم، كاختصار هذا لفاته خرافيه، لفه القصب اللحم، لفه العنبه. فهاي نصيحه لكم يعني، كنصيحه بالفلوج، نصيحه ثقافيه يعني. روحوا وجربوا مالته اللفه وادعوا لي، في شيء خرافي، حتى سعر وطعم، وعنده حتى فخفخينه، في شيء يسموها فخفخينه يعني فواكه وصايره بعصير، وفي شيء يعني. هيك كانت ايام بالامارات كلها هي مطاعم ونسه طابه بكل شيء يعني، لذلك كان اشتاق لايام الامارات. يلا شو نسوي؟ هسه راح اخذ غفوه، وراها اقعد ونروح للبيت اللي راح ننتقل له، عندنا هناك تصليحات، وخليكم ويانا. اما هسه فاحنا قاعدين ننقل شغلات، فاصوليا وتمن ثاني. راح جبت بطاريات وهسه راح اطير، فهسه راح اطيرها، راح احط الكاميرا هنا. شنو هذا؟ يلا خل اوديها للجهال هم يتونسون بيها، ما تطير هذه، ما اعرف شلون يعني. شوفوا يعني السيدة تطير زين، بس بعد زين يابا يعني صدق ما اعرف اطير طيارات، لا حول ولا قوة الا بالله. لازم اروح واودي لهم اياه.
هاي المنطقة الصارة، هاي بيت جيراننا، فد بيت متروك هنا، تخيلوا يعني اقدر ادخل بيتهم. هاي هسه دا نغسل ذولا على مود نستخدمهم. شوفوا هذا السنجاب شلون نايم، يقول لك انه البارحة كان ممدد هذا على بطنه، هيجي نايم على بطنه هيجي، وفد صورة يعني مضحكة كان صورتها البارحة بس ما كنت هنا. هاي خوش نعناع، هذا نعناع اذا تعرفون نعناع ويا شاي. هاي يعني اذا فد يوم سويت شاي اجي هنا واجيب نعناع. هو قاعد ينظف الجامات، لازم انت اشيل الخشب. شوفوا السما شلون صايره، سبحان الله. اخيرا نقلت الخشب كل هذا كان هنا حطيته. هسه قاعد انظف الشبابيك يا حبيبي، صار لي ساعه بس طلعتها مثل الجديد. شوي نرد على بعض التعليقات وراح اتمدد هنا واخذ لي غفوه، ويمكن هنا راح اسوي له استوديو. هذه الغرفه، هذا والله اعلم، او يجوز بالغرفه اليم يعني. طبعا همي انا اخذت لي غفوه كلش قصيره سبحان الله. وهاي اللي هنا كانت نهايه الفلوج. سؤال الحلقه اليوم يقول ايش قد جمعت عيديه؟ قول لنا 100,000 عراقي، 50,000 عراقي، اماراتي، سعودي، ما ادري ايش قد بدولتكم، بالبحريني، بالدينار، بالكويتي الى اخره. سؤال الحلقه يقول يا اصدقائي ايش قد جمعت عيديه؟ وحكمه الحلقه تقول كن ربانيا لا رمضانيا. رمضان ما راح، القران ما راح، المساجد ما انسدت، يعني خليك دائما، خليك زين يعني مو بس برمضان. وطبعا انت تعرف يعني، واللي يعرف الله سبحانه وتعالى في الرخاء راح يعرفه بالشدة. يعني شلون انت عندك اصدقاء يجوك بس بالمصلحة، واكو اصدقاء يجوك دائما وياك. فهذا هاي اصلا الحكمة هاي انا قلتها على الفيسبوك بس هسه بدي اقولها بهذا الفلوج. فانه يعني منو تحب اكثر؟ دائما صح الصديق اللي وياك دائما. فالله سبحانه وتعالى دائما يحب الشخص اللي دائما وياه، دائما يذكره، دائما يصلي ملتزم بصلاته. يعني مو بس اللي يجي بس يصلي وقت رمضان، وقت يعني تفتهمون. ولنا كانت نهاية الفلوج، ما اطول عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ثاني اذا وقع شي يصير بيه. صار لي ساعة دا اشتغل دا افتح هذه يا ماما، ما ادري ايش قد والله يخوف. خليه اوقف تصوير.